رجعنا لكم تاني حبايبي مع النصائح الثالثة ثانوي مع المستر ياسر السمان، وإن شاء الله هنكمل النهارده باقي النصائح. اتفضل يا مستر. اهلا بك يا عبد الله. بص يا سيدي، النصيحه الرابعه اللي اقدر اقولها للطلبه بتاعتي ان خلي بالك من صحابك. خلي بالك من صحابك الانتيم. كل ما الانتيم يكون اقرب منك كل ما تخلي بالك منه اكتر، لان هو مش عايزك انك تسيبه، مش عايز انك انت تفارقه، خايف انك دي تكون اخر سنه ليكم مع بعض، امكانياتها غير امكانياته، اسلوبك في المذاكره غير اسلوبه، وكمان مستقبلك غير مستقبله. فممكن يأذيك من غير ما ياخد باله، ممكن البنت تأذي البنت من غير ما تاخد بالها، ممكن الولد يأذي الولد من غير ما ياخد باله، لأن هو زعلان مش عايزك تسيبه، وهو فاكر إن أنتوا التنين خلاص ماشيين مع بعض هتكملوا مع بعض أبدا. مش عارف إن إحنا ممكن نكمل في صداقتنا، بس يكون لكل واحد فينا مسار وظيفي ومستقبل مختلف، هو مش قادر يفهم الحتة دي. وده بيخلينا نخش على النصيحة الخامسة. النصيحة الخامسة إن إحنا اعرف نفسك، اعرف إنك أنت مراهق. اعرف نفسك، لما تعرف نفسك هتعرف ايه العيب اللي فيك اللي انت محتاج تصلحه. انت شاب مراهق وانت بنت مراهقه، فما فيش وقت خالص لان احنا نتساءل عن اللي حوالينا، نتساءل عن الجنس الاخر، ندخل في علاقات. ما فيش وقت للكلام ده كله. ليه؟ لان احنا كل ما هنرتقي بمستوانا اللي هيحددوا مستقبلنا بعد ثالثه ثانوي، كل ما هنلاقي فرص احسن، ونلاقي ان الدنيا اوسع مما نتخيل. الدنيا مش ماشيه زي ما احنا فاكرين، المجتمع اوسع من مجتمعنا، في قوانين بتحكم غير قوانين مجتمعنا، وفي فرص افضل من فرص مجتمعنا. فانا ما انشغلش بالحياه دي، والشيطان بيزين في دماغك انك انت تنشغل بالحياه دي في الوقت ده. وطبعا ايه، شيء ما انصحش بيه ابدا. اللي يتغلب على الحته دي يكون عدى نص الطريق، يكون عدى ايه، نص الطريق. ثالث نصيحه اللي هي تعتبر رقم 6، اظبط يومك. لو انت في ثالثه ثانوي ظبطت يومك، يومك ده هو اللي هيحدد لك انت هتقضي حياتك كلها ازاي. مش عشان مثلا نسبه الحضور قليله، لا انا خلاص مش هروح المدرسه يبقى اصحى براحتي، انام متاخر. لا، لان جسمك مش هيحترمك ويوصل بيك للي انت عايزه غير لو ظبطت لجسمك نومه. لو ظبطت لجسمك مواعيده هتكون انسان محترم ملتزم مع جسمك. هيديك ده في شكل في صوره طاقه، في صوره شغف، في صوره نجاح. لانك انت لو سبت جسمك هو اللي يسوقك مش هيأدي بيك لمكان كويس، انما لو انت اللي سكته هو اللي هيأدي بيك لمكان كويس. اظبط يومك، اعرف امتى تصحى، اعرف امتى تنام، خد حقك من النوم، خد حقك من الراحه، ادي جسمك حقه من الرياضه، من كل حاجه. هتلاقي جسمك هو الوسيله اللي هتوصل بيها لكل اهدافك ان شاء الله. صح. زي ما انتم شفتوا يا جماعة، وصلنا للنصيحة السادسة مع المستر ياسر السمان، وإن شاء الله انتظروا الجزء الثالث من نصائح الثالثة ثانوي. السلام عليكم.